في يوم ربنا نجى فيه نبي واغرق فيه طاغية، والنبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم ده شكر لله. بس الغريب انك ممكن تصوم نفس اليوم وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوب سنة كاملة. طب ازاي وليه النبي قرر يصوم يوم قبل؟ ده اللي هنعرفه النهارده. ركز معايا واسمع القصة للآخر. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. في اليوم ده ربنا نجى سيدنا موسى عليه السلام هو وقومه من فرعون اللي كان بيدبح أولادهم ويستحيي نسائهم. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفعلا البحر انشق وعدى سيدنا موسى وغرق فرعون هو اللي كان معاه. نيجي للجزء الثاني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة لقى اليهود بيصوموا اليوم ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. وقال كمان: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل، وده حديث في صحيح الإمام مسلم. يعني بصيام يوم عاشوراء ربنا يغفر لك ذنوب سنة كاملة. طب عاشوراء وعرفناها، ليه بنصوم تسعاء كمان اليوم اللي قبل يوم عاشوراء يوم 9 محرم؟ لأن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. يعني كان ناوي يصوم تسعاء مع عاشوراء عشان نخالف اليهود ونجدد نيتنا. وبكده الأفضل نصوم يوم 9 و10، ودي سنة مؤكدة. وجائز برضو إن احنا نصوم يوم 10 و11، ولو مش هتقدر غير يوم واحد بس فصوم يوم عاشوراء. الصيام في يوم عاشوراء سنة مؤكدة مش فرض، لكن له أجر كبير جدا جدا لا يعادله أي يوم في السنة غير يوم عرفة. تطبيق عملي بسيط جدا: انوي من دلوقتي إنك تصوم يوم 9 و10 عشان لو ربنا ما وفقكش يبقى تاخد الأجر إن شاء الله. وخطط من دلوقتي إنك تفطر على مية وتمر عشان تاخد الأجر كامل. وممكن برضو تشجع صحابك تصوموا مع بعض وتعينوا بعض على الأجر والطاعة، أو تعملوا مع بعض تحدي صيام يومين عادي، المهم إنها تمشي. شبهة بسيطة كده بس منتشرة برضو. في ناس بتقول ده عيد يهودي أو عادة مش من الإسلام، والرد بسيط جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صام يوم عاشوراء، بل وأكد عليه كمان وقال: إحنا أولى بموسى منهم، فإزاي بقى تقول مش من الإسلام؟ اتخيل كده ربنا يغفر لك ذنوب سنة كاملة بسبب صيام يوم واحد بس. الموضوع يستاهل ولا لأ؟ وانت حر في قرارك، بس أنا بلغت، فاللهم فاشهد. سلام.